السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت ميرا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الزمالة المصرية للتمريض. يا ترى إيه هي الزمالة المصرية للتمريض؟ تاني حاجة هناخدها، يا ترى الزمالة المصرية للتمريض تعادل الماجستير؟ ده اللي هنعرفه النهاردة إن شاء الله. يا ترى إيه هي تخصصات الزمالة وأفضلها؟ هل يا ترى في كل التخصصات التمريضية؟ لا، هي في تخصصات معينة أفضلها بقى. أغلبية الناس بتروح لمجال معين، وفي مجال مهم جدا جدا في العصر اللي احنا فيه. لو فكرت لبكرة، المجال ده مهم جدا، وده اللي هنفوكس عليه النهاردة إن شاء الله. ودايما ما انتوش اخدين بالكم منه، ولكن هو مجال العصر فعلا. رابع حاجة، لو عايز أقدم، إيه هي الخطوات التقديم؟ شروطها إيه؟ يا ترى أي حد هيقدم؟ لا طبعا، لها شروط. هل الزمالة بتمنحك حق فتح عيادة أو مركز خاص وخصوصا في مجال النساء؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، وسؤال دايما بتسألوه. سابع حاجة، إيه هي مميزات الزمالة المصرية للتمريض؟ يا ترى هتفيدني؟ طبعا هتفيدك في حاجات كتيرة جدا، ودي اللي هركز عليها النهاردة، فتابعوا للنهاية. أول حاجة عايزين نعرفها، يا ترى إيه هي الزمالة المصرية للتمريض؟ هي 3 كلمات بس: شهادة مهنية تدريبية. مهنية تدريبية، بركز عليها ليه؟ لأنها ما هي الشهادة أكاديمية. ده يعني إيه؟ إن هي أبدا ما بتعادلش الماجستير لا تعادل الماجستير. فإيه هي تخصصات الزمالة وأفضلها؟ عندنا أطفال، طوارئ والرعاية الحرجة، مكافحة العدوى، الإرواء القلبي، المعلوماتية الصحية. كلنا سمعنا إن في كتير من زمايلنا بيدخل الإرواء القلبي. طبعا ده مجال صعب جدا ومرهق على فكرة، بس في ناس بتحب المجال ده وليه، ومطلوب في سوق العمل برايفت طبعا وبره، ومهم جدا. ولكن في حاجة بتفوتكم قوي، المعلوماتية الصحية. المعلوماتية الصحية اللي هي الانفورماتيك، الخاصة بالإنترنت والكمبيوتر والحاجات دي. فلو انت بقى حد مش حابب مهنة التمريض قوي، المجال ده كويس ليه. وكمان المجال ده هو مجال العصر، ان انت تشتغل في الاي تي في المستشفى او في المكان اللي انت شغال فيه، طبعا هتبقى الأولوية ليه. فالمعلوماتية الصحية مجال محتاجينه جدا، وانا شايفاه هو فعلا مجال العصر. احنا في عصر البرمجة والانترنت والسوشيال ميديا، فده مجال مهم جدا بتغفلوا عنه، ولكن سوق العمل محتاجه جدا، وخصوصا في مستشفيات خاصة ابتدت تطبق النيرسينج انفورماتيك. فمش هتاخد اي حد. فلما انت تبقى معاك زمالة في النيرسينج انفورماتيك، طبعا هتتقبل، وهيبقى لك وضع، وهتبقى عددكم قليل، فهتمسك حاجة كبيرة. يعني هتقود المكان ده في فترة قليلة وبأسرع وقت. ففكروا فيها كويس جدا، مجال بتغفلوا عنه. طيب لو أنا عايز أقدم، إيه هي خطوات التقديم؟ طبعا في خطوات كتيرة للتقديم، بس أهم حاجة لو أنت حاطط الموضوع في دماغك، في نقطة مهمة جدا لو أنت ناوي على كده، هتدخل على الصفحة الرسمية اللجنة العليا للزمالة. التخصصات الطبية، التخصصات الطبية هي مش تمريض، هي أصلا كانت معمولة أو هي معمولة للأطباء، وابتدت تدخل فيها مهنة التمريض، فهي في الأساس للأطباء. فلو أنت ناوي عليها، لها خطوات كتيرة، بس تابع الصفحة الرسمية. ليه؟ لأن دايما كل يوم بيبقى فيه أبديتنج وفيه شروط جديدة. فلو أنت حاطط الموضوع في دماغك، فادخل على الصفحة الرسمية، تابع مواعيد التقديم، تابع إيه هي الشروط، تابع إيه هي المتطلبات اللي محتاجة منك عشان تبقى أبديتنج بكل جديد، وتقدر تنفذ كل الخطوات بكل سهولة. ايه هي شروط الزمالة المصرية للتمريض؟ تكون معاك بكالوريوس تمريض مخلص التكليف بتاعك، ولو الولاد مخلص الجيش، ومعاك تقدير لا يقل عن جيد جدا. طيب السؤال بقى المتداول جدا، هل الزمالة تمنحك حق فتح عيادة خاصة أو مركز خاص؟ طبعا لا. وده سؤال دايما مشهور جدا وبنشوفه في كل الصفحات. أنا لما ممكن أخد زمالة في تخصص معين فأفتح عيادة خاصة باسم دكتور بس تبقى بتاعتي، مفيش الكلام ده في مصر، مفيش الكلام ده.
ما تخلوش حد يضحك عليكم. وبعدين فكرة إن إحنا برضه كعادات، يعني إيه، هو أنا عايزة أتبرّى من مهنة التمريض بس، أنا عايز يبقى اسمي دكتور. يا جماعة الإنسان أقسم بالله أنت اللي بتعمل لك قيمة، أنت اللي بتعمل كيان وقيمة لنفسك، مش عشان أنا اتحط قدامي كلمة دكتور فأنا حاجة، لأ، صدقوني لأ، أنا لو عايزة أبقى حاجة في المجتمع هاكون حاجة في المجتمع. ومش عارفة أنا حكيت قبل كده الموقف ده، إن أنا وأنا في الابتدائي كان في عامل في المدرسة، بس كان لبسه كويس جدًا وما كانش حد يقدر يكلمه، كان عامل لنفسه كده كاريزما حقيقي. فوأنا في 5 ابتدائي فباقول لوالدي: هو بيشتغل إيه؟ قال لي: ده عامل. فأنا مش مصدقة. فبابا قال لي يوميها: هو حد عامل لنفسه وضع، رغم إن هو عامل، بس عمل لنفسه وضع. فمش المهنة اللي هتعمل لك وضع، وسيبكم بقى من اسمها إيه، الفشخرة الكدابة بتاعة المجتمع. لأ، أنا عشان أبقى دكتور والحاجات دي، أنا عايزاكم ناس شديدة كده وجامدة. سيبكم من الحاجات دي. يعني أنا عارفة إن أنت عايز تاخد الزمالة علشان تفتح عيادة عشان الناس يقولوا عليك كذا. على فكرة مش هتنجح وهتفشل طول ما أنت حاطط في دماغك عشان الناس يقولوا عليا كذا، مش هتنجح. أمال إيه يا دكتور؟ أنا عايز إيه؟ سيبك من المجتمع ده خالص، حقق ذاتك. أنت أما بتنجح وبتتميز وتتفوق في التخصص بتاعك، أنت هتبقى مبسوط ماديا ومعنويا. فسيبك من المجتمع وسيبكم من حتة إيه، كلنا بنجري ورا أي حاجة عشان نبقى دكتور. أنت أصلا حاجة كبيرة لو أنت شايف نفسك حاجة كبيرة، والناس هتجبر الناس إن هم يشوفوك كده لو أنت شايف نفسك كده، صدقني. فسيبكم من الموضوع ده. يعني ما تحطوش الموضوع ده بقى في دماغكم وندور أنا عايزة أعمل ماجستير عشان أبقى دكتور، وبعدين يعني علشان إيه؟ عشان الناس يقولوا لك دكتور. صدقوني مش هي دي السعادة ومش هي دي القيمة. ياما ناس خدوا ماجستير ودكتوراه ودكاترة وهم مش حاسين نفسهم أي حاجة. فمش بكلمة دكتور، بيك انت بذاتك. يا ترى ايه هي مميزات الزمالة المصرية للتمريض؟ اول حاجة ان بتديك الفرصة اللي انت تختار مجال انت بتحبه. يعني على سبيل المثال انت بتحب تخصص القلب، فبيديك فرصة ان انت تشتغل كمستشفى خاصة أو مستشفى حكومية، وطبعا الأولوية بتكون ليك. يعني أنا لو هاجي في أفضلية أو أختار مثلا في قسم القلب لحد معاه زمالة وحد ما عندوش، طبعا هاخد اللي معاه زمالة بالتأكيد. فبتديك فرصة اللي انت تختار التخصص اللي انت حبه، وبتجبر أي مكان سواء حكومة أو خاصة إن هم يختاروك. خلاص، ده انت معاك زمالة فيه، ده انت معاك تخصص ومهارات التخصص ده، فطبعا الأفضلية ليه. يبقى في حافز مادي بس حافز بسيط. غير كده ان لو في مثلا ان انت في قسم هيتعين او هتترقى، مثلا هتبقى مشرف القسم، لو في ما بين اتنين حد معاه زمالة وحد بكالوريوس، طبعا هيختاروا اللي معاه زمالة. فهتفيدك كحافز مادي بس حافز بسيط، هتفيدك في الترقية بتاعتك لو هيختاروا أفضلية ما بينك وبين حد بكالوريوس فالأفضلية ليك، هتفيدك لو انت حابب تخصص معين، فطبعا بدون أي تفكير هيختاروك انت، لان انت معاك الزمالة في التخصص ده سواء كان في حكومة او في خاص.